هو في إيه يا جدعان؟ أحا بقى. هو احنا هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ البلد بتضيع. هو احنا ايه يا جدعان؟ احنا خلاص. انتوا ساكتين ليه؟ الناس ما في ايه يا جدعان؟ يعني مش كفاية كده؟ احنا ايه يعني مستنيين لحد ما نموت يعني خالص واحنا قاعدين في بيوتنا شايلين العر؟ هنشيل العر؟ هنموت بالعر ونورث ولادنا الذل والعر؟ لا، ده احنا نموت اشرف لنا يا جدعان. ايه يا جدعان؟ ده شعب بحاله. شعب. كلنا على رأي واحد وعلى كلمة واحدة، إن الراجل ابن الأحبة الحرامي دوت وكل الشلة اللي حواليه اللي حاكمين البلد بقالهم 60 70 سنة وكلوا خيرها ونهبوها، وإحنا مستعبدين. في إيه يا جدعان؟ إخواتنا كانوا بيموتوا ومش قادرين نتكلم، مش قادرين حتى نتظاهر. إسرائيل اللي واكلة العالم كله عايزة تاكل مصر ولبنان وغزة وفلسطين والسعودية وبيعلنوها واحنا ساكتين وعارفين وساكتين، سايبينهم يموتوا في اخواتنا واحنا قاعدين مش قادرين نتكلم ولا حتى نتظاهر زي بقية شعوب العالم. احنا للدرجة دي؟ للدرجة دي يا جدعان وصلنا كده؟ الشعب دوت الواحد حاسس كل يوم بالذل والمهانة والغلاء والقرف والقهر. كل يوم الواحد حاسس بالقهر. احنا مش كده. احنا احسن شعب في الدنيا دي يا جدعان. احنا ما نستاهلش كده، البلد دي ما تستاهلش كده. واحنا اللي ساكتين. واحنا اللي ساكتين وسايبينهم يسرقوا فينا ويستعبدونا. ليه؟ ليه يا جدعان ما نبقاش على كلمة واحدة؟ ليه؟ مفيش راجل في مفيش بلد، مفيش محافظة فيها رجالة، عائلات وناس جيران مناطق بحالها تعرف بعض، مش قادرين تتجمعوا؟ ايه يا جدعان؟ كله خايف، كله خايف. هنخاف على ايه تاني؟ هنخاف على ايه تاني؟ احنا عايشين بالذل، احنا مذلولين مقهورين، مفيش كرامة، مش قادرين نعبر عن رأينا ومش قادرين نتكلم ومش حتى مش عارفين نعيش. هنعمل ايه؟ هنفضل كده؟ لا، احنا لازم نبتدي يا جدعان، لازم نبتدي. هم فرقونا وخلوا كل الجرائم مباحة علشان هم يقدروا يسرقوا واحنا ناكل في بعض. احنا عايزين نعيش محترمين، عايزين ننضف بقى، عايزين ننضف بقى يا ناس. احنا نموت اشرف لنا. احنا اللي شايفينه دوت وساكتين عليه احنا كده خوالات مش رجالة. الواحد حاسس ان هو مش راجل، شايف بلده بتتنهب وبتتسرق وهو ساكت مش قادر يتكلم، شايف قوت عياله بتتسرق. كل يوم ياخدوا قروض على قفا عيالنا وعلى قفانا، واحنا اللي بندفع التمن من جيوبنا ومن تعبنا ومن شقانا. ازاي ساكتين؟ ازاي؟ انا والله العظيم ما مستوعب، مش مستوعب. ازاي؟ ازاي كل ده بقالنا اكتر من 10 سنين يا جدعان عارفين ان الراجل ده خاين، الراجل ده عميل، الراجل ده مش طبيعي يا جدعان، مش مسلم. الراجل ده فعلا مش مسلم. كانوا بيقولوا عليه يهودي في الاول، ما كنتش مصدقه، اقسم بالله العظيم يا جدعان. انا واحد من الناس اللي نزل في ثورتين، في الانقلاب ابن الوسخة، انقلاب ابن وسخة. انقلبنا على راجل طيب وناس طيبين. الناس دي لو كان في ناس عايشة دلوقتي تشهد ان الناس دي كانوا بيساعدوا الفقراء وبيساعدوا كل اللي حواليهم. قدروا يعملوا لهم مؤامرات ويخلوا الناس تكرههم وصوروهم ان هم شياطين، وفي الاخر عرفنا ان الناس دي هم الرجالة الحقيقيين اللي في البلد، هم اللي كانوا بيقولوا لا او كانوا بيقفوا في وشهم. عشان كده هم اللي دلوقتي في السجون واحنا سايبينهم وذنبهم في رقبتنا، واللي بيحصل فينا ده ذنبهم.
وهنفضل كده لحد ما الناس دي تتحرر، ولحد ما احنا نحرر بلدنا. دي سنن. كله بيقول انا خايف اتحبس، كله بيقول انا معتمد على اي حد تاني ينزل، كله معتمد على التاني، كله معتمد على التاني. هم قدروا يفرقونا. مفيش البلد دي، الراجل ده لازم يمشي بثورة. كل اللي حصل اللي هو عمله، كل القرارات والإجراءات والبيع والقروض، كل ده باطل. كل ده مش هندفع احنا تمنه. كل الطبقة الفاسدة اللي حكمت البلد وكالت البلد هيتجابوا، ولو هربوا اللي هربهم هيتجاب، والمسؤولين عن المطارات اللي هربتهم هيتجابوا. كله لازم يتحاسب. عايزين ننضف، عايزين نعيش زي بقية العالم المحترم، اللي احنا انضف من اي حد في العالم. احنا الشعب المصري الاصيل. في حد في الدنيا يختلف على اننا شعب طيب وشعب جدع وشعب اصيل؟ نبقى طيبين وجدعان مع الغريب ومش طيبين وجدعان مع نفسنا؟ لا يا جدعان، لا، احنا لازم نتحد. لازم كل واحد يكلم جاره، وكل واحد يكلم قريبه. لازم نتحد. لازم يكون في خطة. لازم يكون في خطوات نمشي عليها عشان نحرر البلد. واحنا مش عايزين خراب، احنا عايزين نعيش نضاف يا جدعان، عايزين نعيش نضاف. انا بقول للجيش وبقول للشرطة وبقول لكل الناس النضيفة في البلد، احنا عايزين نعيش محترمين، عايزين نعيش كويسين. مش حرام ان احنا نعيش كويسين. ليه احنا نعيش كده بالطريقة ديت؟ ليه نعيش بنعاني وبنموت كل يوم احنا وعيالنا؟ ليه بلدنا مليانة خير، بلدنا فيها كنوز الارض. ربنا لما ذكر بلدنا ذكر فيها ان هي كنوز الارض. حرام، حرام نسكت يا جدعان اكتر من كده. كده خلاص يبقى احنا هيستعبدونا بعد كده، هيستعبدونا عيني عينك، هنبقى عبيد عيني عينك. خلاص مش هيبقى في كلام تاني، ولا هيبقى في جدال تاني، ولا خلاص هتبقى مملكة واحنا عبيد عندهم. لا، لازم نفوق ولازم نكلم بعض، وان شاء الله هيبقى في كلام تاني، وهيبقى في خطوات بجد. الخطوات دي هتبتدي بان احنا هنقوي بعض وهنشجع بعض وهنتحد. نتحد الاول، وبعد كده ان شاء الله هيبقى في كلام تاني. يا ريت الناس كلها تستعد، ويا ريت الناس كلها تفكر، علشان اللي جاي لازم نحرر بلدنا بأي طريقة. احنا عايزين نعيش محترمين أحرار، عيشة كريمة احنا وعيالنا بس. وصل صوتك.